أنا مشيت للجمال مدعو لإلقاء محاضرة بين المغرب والعشاء في جامع المكي، لكن فوجئت عند الوقوف أمام الجامع والأذان يؤذن لأنه فما مجموعة كبيرة واقفة بعيد ما عرفتش شكونهم، وإذا بها واحد من الشباب صغير عمره أقل من 18 أو 18 عام جاء قرب حذايا وقال لي ما رد بالك راهو هذوك سلفيين وراهم مستعدين باش يضربوك، مقررين عدم تركك تدخل المسجد وراهم واقفين من زوج بيبان. قلت له أنا أذن وأنا نصلي، ماهوش ممكن نكون قدام جامع وما ندخلش، ندخل ما كانت الظروف. وقت اللي راوني متجه للجامع عرضوني، قال لي امشي روح على روحك، الناس كلهم يكرهوك وما يحبوكش. وبداوا بعض منهم يقول لي كافر، واحد يقول لي مرتد، ولا يقول لي يا عميل طاغوت وكلامك من هذا. قلت لهم على كل حال انا بالنسبه لي راني ما ندخل الجامع وباش نصلي. قال لي تدخل تصباتك تخرج. وفعلا دخلت الجامع، وانا داخل الجامع خرج لي واحد من الميضه ضربني ببونيه على كتفي، بونيه قويه ياسر معناها رجتني، احس في وجيعه انا في كتفي. والاخرين مروشوني، واحد يجبد منا ولا كل يجبد منا، معناها انا في العمر نتاعي ما نجمش نصدهم، لكن ما تكلمت حتى كلمه ما نجمش نقول لان احتراما للجامع ما نجمش نرد. خرجنا مشينا للقاعه واذا بها هجموا علينا في القاعه، فما واحد منهم دخل ايا وينك يا عبد الفتاح اخرج وباع السب والشتم بشكل انا ما مع كل حال نتوقع اللي فما ناس ما يضبطوش عقلهم، لكن ما كنتش نتوقع انه صدر مني شيء يستوجب هالامر هذا. اللي حسيته انه فما غيظ شديد، فما حقد، فما وجوه صفراء، فما كره لا مبرر له إلا الجهل فقط، الجهل وتعطيل العقل واستباحة الناس والاعتداء على حرمات الناس. وأنا الآن وإن كان يوقع لي هذا لثالث مرة ورابع مرة، لكني مانيش متأثر بالشكل اللي يجعلني نتأثر عندما نشعر بأن تونس أصبحت تتعرض إلى هذا النوع من الإهانات ونوع من التصرفات. وش باش يكون مستقبل تونس كان يتمادى هذا المد الجاهل المغرض البغيض الممتلئ حقدا على ناس فيهم تبين وأنه إمام تبارك الله ما شاء الله بصلي على النبي، إمام مرشد الأمة يصعد فوق المنبر هو الذي خطب في الناس بعد صلاة العصر باش ينبه الشباب من نوع هذا، ينبههم إلى خطورة الشخص القادم عليهم ويطلب منهم باش يتصدوا له بكل الطرق ويجمعوا طاقاتهم وقوتهم باش يمنعوه. وفعلا عندما خرجت من المسجد واحنا قريب القاعة اللي ماشيين لها، انا قاعد من الامام في الكرسي الامامي على اليمين، ونحس بضربة كبيرة حجرة خلات اثرها تتضرب على البلار اللي على اليمين، تخلي فيها اثار تسقط في الارض. هبطوا الناس اللي معايا باش يلاحقوا، يلقاو شخص شاب على موبيلات ويبدو انه معاه ناس اخرين يتبعوا فيه، هربوا ومن بعد هجموا علينا في المقر هذا ووقفوا قدام المقر ويتوعدوا باش يعملوا يضربوا ويسويوا، بحيث ولينا ماناش لا في امن لا في اطمئنان.